شنو الإجراء اللي صار مع الطفلة أم البنفسجي مثل ما معروف على مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني أفهم من كلامك أنه الطفلة أم البنفسجي بعد ما راح تظهر بمقاطع فيديوية ترقص، وأهلها وقعتوهم تعهد. حياكم الله إخوان. وأخيرا الطفلة أم البنفسجي ما راح ترقص ولا راح تشوفوا لها مقطع فيديو جديد على مواقع التواصل الاجتماعي. شفتوا الضغط والانزعاج من قبل شرائح كبيرة من المجتمع العراقي بشأن هذه الظاهرة اللي أخذتها بنات أخرى والله يتمرقصن وكذا ونشرن مقاطع فيديوية. فحذرنا من هذا الموضوع ودعينا الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية إلى ضرورة أنه التوجه إلى هذه الطفلة وذوي الطفلة وإيقاف هذا المحتوى الخطير والتافه بنفس الوقت. هسه المجتمع شي حصل من هزة شتف هاي الطفلة أو غيرها؟ فراح نتصل بمدير الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية حتى نشوف شنو الإجراء اللي صار بشأن هذه الطفلة وذوي الطفلة. السلام عليكم سيادة العميد. عميد نبراس. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. أنا آسف أخذت من وقتك، لكن لدي سؤال والرأي العام أيضا ينتظر الإجابة. شنو الإجراء اللي صار مع الطفلة أم البنفسجي مثل ما معروف على مواقع التواصل الاجتماعي؟ بالحقيقة أستاذ حيدر، يعني حسب التوجيهات من قبل السيد معالي وزير الداخلية المحترم وأيضا مدير دائرة العلاقات والإعلام بالتحرك الفوري عند حصول أي حالة تسبب التصدع الأسري وأيضا تسيء إلى الطفولة، يعني وتلبية المناشدات بشكل سريع وفوري. تم التوجه ايضا بهنالك عمليات الرصد والمتابعه وايضا الخط الساخن اللي هو 497 بتلقي المناشدات من الاهالي عن الحالات التي تؤرق العوائل العراقيه. تم تشخيص هذا الموضوع وايضا ورود عده مناشدات بامور تسيء الى الطفوله العراقيه وتعطي صوره نمطيه مشوهه. نعم. تم التحرك على هذا الموضوع وايضا هنالك عده اجراءات. سياده العميد، يعني افهم من كلامك انه الطفله ام البنفسجي بعد ما راح تظهر بمقاطع فيديويه ترقص، واهلها وقعتوهم تعهد وهذا الموضوع راح ينتهي. تعهدوا استاذ حيدر، تعهدوا بانه المقاطع كانت عفويه وغير يعني مقصوده، ووجهوا ايضا نداء للجميع انه اي شخص بالمستقبل ان ينشر اي صوره او اي مقطع فيديو خاص بالفتاه لانه عدم درايه بهذا الموضوع سوف يتجهون الى القانون. يعني بعد البنيه ما نشوفها ترقص على مواقع التواصل الاجتماعي؟ حسب كلامهم وحسب انه وصلنا الى اتفاق معهم بهذا الموضوع لانه كانت عفويه مثل ما اسلفت، وايضا يعني تم التوضيح لهم عن مخاطر التصوير وانتهاك الخصوصية بهذا الموضوع. أنا جدا ممنون منك سيادة العميد، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. ويانا كان عميد نبراس مدير الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية. انتهى الموضوع بجهودكم، بدعمكم، بضغطكم، وهنا احنا نؤكد على انه هذه الحالات مرفوضة في مجتمعنا رفضا قاطعا. خلونا نتوجه للمحتوى الايجابي يا اخوان. يا اخوان والله جاي اكشف ملفات الطير رقاب ما القي بها تفاعل مثل هذه التفاعل على المقاطع التافهه اللي جاي اشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي. فخلونا ايد وحده ندعم المحتوى الايجابي، المحتوى القوي، المحتوى اللي من وراه نحقق مصلحه عامه، مو هز شتاب. المصلحه العامه بدعم المحتوى الايجابي وليس مثل هكذا تفاهات. مستمرين برصد الحالات التافهه، الحالات التعبانه، الحالات اللي هدفها الطشه والتجاره بالاطفال وغير الاطفال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.